السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله فيديو ممتع ليكم من بدايه اليوم لاخره. بدايه من الفطار ان شاء الله هنمشي معاكم واحده واحده. عملت ايه النهارده في الفطار؟ عملت فلافل محشيه بالجبنه المثلثات او الميكس كتغيير بصراحه. واللهم صل على النبي، وكمان بطاطس محمره. عايزه اقول لكم الاكله دي بصراحه حلوه قوي. وجربت كمان الدانت اللي هي بالسينابون. عايزه اقول لكم حلوه ولا وحشه؟ اللي بيحب القرفه هيحبها، اللي ملهوش في القرفه فبلاش يجيبها، لان هي الطعم الطاغي فيها او الظاهر هو القرفه بصراحه. بس فدي كتجربه يعني ليها. مش انا شخصيا مش بحب بصراحه الطعم ده، فما عجبتنيش. الكراميل والفانيليا والشوكولاته احلى، بس جبتها كتغيير. تعالوا بقى النهارده خدكم جوله كده في رنين سريعا ونشوف كده الدنيا عامله ايه. كان منزل عرض، ده كان يوم 6 اكتوبر، كان رنين منزل عروض حلوه قوي يا جماعه. لقيت هناك اللهم بارك يعني العرايس زحمه جدا 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 على الصيني، وكمان شنطه المعالق وكل الحاجات بصراحه منزل عليها عرض. وكمان ممكن العرض ده يعني تتفاجئي بيه، يعني تروحي عند الكاشير تتفاجئي بيه. عملت لكم كده جوله للي حابب يتفرج ويشوف برضو العروض والدنيا عامله ايه والاشكال هناك عامله ازاي. حلوه قوي بصراحه. انا باخد بعضي كده لما بكون زهقانه وعايزه كده اغير جو بروح، بس مش دايما. لما اكون يعني عايزه اروح بس كده. بصوا شويه صيني بسم الله ما شاء الله، ولا طقم الشوربه دلوقتي اللي هو بالحله بتاعته ده، اشكال والوان. يعني الطقم ده كان فيه منه طقم كده كل حته فيه لون، كل قطعه لون. واللون الاسود تحفه يا بنات، تحفه بجد. يعني انا يعني كل مره عمالين يعني يتفننوا في الادوات المائده وادوات النيش وادوات العروسه عموما. عايزه اقول لكم كام حاجه كده عجبتني بصراحه، اشكالها بتبقى تحفه تحفه تحفه. وادي كمان جزء الاستانلس حبيت برضه اوريه لكم عشان يبقى جوله كده، جوله كامله في القسم الادوات المنزليه، الجزء اللي انا كنت فيه. بصوا بقى، ادي اهو العروض والخصومات. دي شنطه المعالق نازله عرض ب1000 جنيه بدل 1300 جنيه تقريبا. بصوا دورين، وكانت الماتيريال بتاعتها حلوه قوي. عايزه اقول لكم كانت دي الوحيده العلبه اللي كانت متواجده في الوقت ده ذهبي في فضي، الباقي كله فضي. بصوا جميله جميله جميله. عايزه اقول لكم مبروك على اللي خدها، انا كنت واقفه بصورها. عايزه اقول لكم 2 جم حواليا، يعني انا بصراحه ما قدرتش اقول لهم حاجه، انا كنت لسه بتفرج عليها فخدت بعضي ومشيت. حودت كمان رنين جنب كازيون، حودت كمان على كازيون كده اشوف العروض ايه. جبت المجله منه، ما اشتريتش حاجه في اليوم ده، بعد كده اشتريت. اجي العروض بتاعته. برضو بينزل ساعات حاجات كده بومب، يعني تحفه. وساعات بيبقى العروض عاديه معتاده او احنا عارفينها. بصوا جبت ايه بقى في المشتريات بتاعتي النهارده. تعالوا شوفوا. انا ان شاء الله يعني هصور معاكم الحاجات اللي انا جبتها، الرفايع اللي هي الحاجات اللي هي الدلع دي. وبعد كده الفيديو اللي جاي بعده هصور معاكم السوق بقى، لما رحت السوق جبت ايه وحطيت ايه واشتريت بقى اكل. خلاص انا مقسمه لكم على فيديوهين او مرتين. بصوا ده كده الجيلي والشوكولاته والبيكنج باودر. بس انا بقى نسيت اجيب الخميره، يعني انا جبت خميره وانا اصلا ما عنديش خالص هنا في البيت. وانا ما بسيبش نفسي لما يكون الدنيا كده ما فيهاش خالص، لان انا ما عنديش حد ينزل يجيب لي في نص النهار او لما بعوز، فبجيبها احتياطي. عايزه اقول لكم اتفاجئت بيها بصراحه ان انا ما جبتهاش. باكو السمنه ده انا جايباه عشان هعمل معاكم دلوقتي في الفيديو صينيه بسبوسه تستاهل بقكم. بجيب الكيس الجاهز ده بصراحه بيني وبينكم بجيبه، ويوم ما ببقى عايزه اكل حاجه مسكره اسرع واحلى حاجه ممكن تعمليها. جبت كمان اللي هي السبونج بتاع المواعين ده، واللي هو السلك بتاعه برضو. عايزه اقول لكم شويه الحاجات دي عملت مبلغ وقدره، يعني ما حدش يستهون يا جماعه ابدا ابدا. الوقتنا دوت ان الحاجه تكون رخيصه، كل حاجه غاليه والله العظيم. ربنا يرحمنا ويعيننا ويبارك لنا بجد.
اللي عنده صاحب العيال دلوقتي الله يعينه، واحنا من ضمن برضو. بجد الدنيا غاليه قوي قوي قوي. انا ما بلاقيش حاجه رخيصه. اوعي تقولي لي ان انت ممكن مثلا تنزلي تجيبي اكل اقتصادي، والله ما بقى في حاجه اقتصادي ابدا. جبت كمان شويه حاجات كده كانت ناقصاني، خيط و الحاجات ديت. جيت بدل عن نفسي، رحت جايبه لي واحد دوريتوس بالشطه، بس كان محار نار. ما انصحش اي حد يا جماعه بيه، اللي ما بيحبش الشطه او اللي بيحب الشطه خلي بالكم حامي جدا. جبته كده دلع. النهارده انا بصراحه كنت مخنوقه، قلت والله ما اسيب نفسي نفسي في حاجه ابدا. خدت بالي بعضي ونزلت جبت اللي في نفسي فيه. قلت خربانه خربانه، هي جت على ده بس. جبت بقى الدريتوس ده، بصوا انا فتحته عشان اوريه لكم، من كتر ما هو حامي محمر، تمسكيه ايدك تلون. بصوا بقى، بس بصراحه حلو قوي يعني. انا عشان بحب الحامي بس مش دايما، عشان بتعب منه جامد. بصراحه انا عجبني جدا. دي بقى ايه؟ فقره الاستراحه او فقره النهار او فقره الفصلان. دي بالنسبه لي. جيت هنا عملت ايه بقى؟ انا بما اني المود مش هو، رحت عامله ايه؟ عملت الفراخ الجاهزه دي اللي هي يعتبر فراخ كنتاكي، وكمان بطاطس جاهزه. جينا بقى بعد كده عملت كوبايه شاي بلبن في قرب كده العشاء. تعالوا بقى ندخل نعمل مع بعض بسبوسه حلوه كده تستاهل بقكم. جبت الباكل البسبوسه ده والباكل السمنه اللي احنا لسه مشتريين السمنه، والبسبوسه كنت جايباها في المشتريات قبل كده. جيت كده رحت عامله ايه؟ لو عندك كيس بسبوسه وكيس سمنه، تعالي اقول لك بقى هتعملي ايه. اول حاجه هتبداي تجيبي صينيه ما تكونش كبيره، لان الكميه اللي موجوده مش كبيره قوي، عشان ما تنشفش منك وعشان تطلع معاكي ليها سماكه، واخدالي بالك. بس هتبداي بقى تعملي ايه بقى؟ تدهنيها سمنه. بصراحه مش لو حطيتي سمنه بلدي هتاكل منك سمنه كتير. هو بيبقى موجود على خلف العبوه الكميه اللي انت بتحطيها بالظبط. انا ما عنديش زبادي، استخدمت لبن. بيدي نفس النتيجه، بيدي نفس النتيجه. بس لو انت حابه تستخدمي لبن مفيش ادنى مشكله. ولو زبادي نفس الكلام، هو مكتوب زبادي وسمنه. انا حطيت بصراحه لبن عشان ما كانش عندي زبادي. باكل السمنه هفضيه كله. انا ما عايرتش، قلت بالبركه، ومفيش احلى من بركه سيدنا محمد. صلينا على النبي، صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. نزلت بقى بالكميه كلها كده، واجيب شويه اللبن واديهم تقليبه كده مع بعض. خلصنا الحاجه الحلوه بتاعتنا، سهله بسيطه ما فيهاش ادنى مشكله، وفي نفس الوقت بتخليكي كده ايه، مبسوطه ان انت عملتي حاجه في بيتك. انتوا عارفين كيلو الهريسه ولا البسبوسه دلوقتي يا جماعه وصل كام؟ ده دلوقتي وصل اقل حاجه 70 جنيه. بجد يعني انت لما تعملي، وممكن كمان ما يكونش وقت اللي انت نفسك تاكلي حاجه حلوه معاكي فلوس اخر الشهر، هتمنعي نفسك تحرمي نفسك ابدا. انزلي هاتيلك كيس بسبوسه وهاتيلك كيس السمنه ده. هقول لك ليه. هتقولي طب ما انا عندي سمنه. بلاش تستخدمي السمنه اللي في البيت، ايدك هتسحب كتير. ده هيأيدك او هيخليكي محكمه شويه في استخدامك للسمنه. دي نصيحتي انا يا جماعه. اسالوا واحده بوظت كتير واستخدمت حاجات كتير ورمت كتير ايام الرخص بقى. فاحنا دلوقتي عايزين نتجنب كل الحاجات اللي احنا غلطنا فيها او وقعنا فيها. ليه بقى؟ عشان ما نقعش فيها تاني، عشان الحاجه غاليه. بس كده اعملي كده، ايدك هتتحكم. الصينيه اللي عندي البيتزا او صينيه البسبوسه للاسف كبيره، اعمل ايه؟ وهتطلع معايا وحشه، رفيعه ووحشه. رحت جايبه صينيه كده، طاسه، هي المفروض طاسه قديمه، وحطيت فيها الكميه بتاعتي عشان تبقى ليها سمك. انا عايزه حاجه تبقى حلوه، حاجه تتاكل مش حاجه تترمي. بعد كده هتعملي العسل بتاعك. خلصتيها، سخنتي الفرن قبلها، هتحطيها على الشبكه. سخنت الشبكه، ادخل الفرن، ادخلها بقى. استعملت العسل، العسل ومكوناته مكتوبه على الكيس من ورا. ميه، سكر، ليمونه. بلاش ليمونه لما تيجي تدفعي تحطي نص ربع معلقه من السمنه البلدي او فانيليا.
بس كده، ولا تحطي اللي هو عسل كلوكوز ولا اي حاجه من دي. حطي المكونات دي وخلاص خلصتي. الموضوع سهل يا جماعه وبسيط، ما بيحتاجش اي تعقيدات من اللي احنا بنكبر دماغنا بنكبرها وبنعملها كده بشكل بصراحه يخليكي تكسلي تقومي تعمليها. بس حطيته كده على النار عقبال ما تستوى، تكون هو كمان غلاله غلوه، واطلع ده سخن وده سخن وكبهم على بعض واغطيها واسيبها وكليها بعد ساعه ولا حاجه، تكون دافيه وجميله وشربت العسل. بصراحه حلوه وعلى ضمانتي اعملوها مش هتندمي بصراحه، جميله جميله جميله. اروح بقى احطه في على البوتاجاز عشان الاتنين كده يخلصوا مع بعض. بصوا معلش كنت بكب الميه بس اللي هي في الكوبايه ديت. عايزه اقول لكم بقى بصراحه ما تفرقيش عنها اي حاجه من بره. بره دلوقتي بيكتروا العسل يا جماعه عشان توزن، خدوا بالكم من النقطه دي قوي، بيكتروا لها العسل قوي قوي قوي. بصوا بقى انا هنا رحت اجيب حته سمنه. انا كل ده بدور على حته سمنه بجهزها، في الاخر ما لقيتش وما حطيتش. السمنه البلدي بتديها طعم يا جماعه، مش السمنه العاديه. لو ما عندكيش ممكن اي نوع، يعني اي نوع سمنه تحطيه لو انت حابه، لو طعم بتحطي حاجه ليها طعم. تعالوا بقى ندلع نفسنا تاني، احنا ورانا غيرنا. عملنا مع بعض كيس اندومي كده بقى يستاهل بقكم بطعم الجبنه. بصراحه الطعم ده جديد، انا اول مره اجربه وانا مش من محبين الاندومي، بس نفسي هفتني يعني. جبت لي كيس كده وحطيته كده. انا بصوا دي الطريقه بتاعتي، لو هي غلط قولوا لي غلط، لو هي صح خلاص. انا ما اعرفش اعمله قوي، بس انا بعمله ازاي. بغلي ميه وبحطه، الميه مثلا بتكون غلت، واحطه كده، افتح الكيس وافضيه في الطبق وابدا احط عليه كده، اغطيه بحاجه عشان يستوي بقى ويطرى. بس انا بعمله كده. في ناس بقى بشوفها بتجيب حله وكلام كبير قوي. بعد كده خلصت وغطيته، جبت بقى العصير اللي هو الباكو ده، رحت حطاه، وجبت ميه ساقعه وجبت سكر، وعملنا احلى عصير مانجا سريع. بصراحه هتقولي لي الحاجات دي مضره ومش بتفيدنا باي فايده. هقول لكم ما فيهاش حاجه لو عملنا كل فين وفين، ده مش بشكل دائم او مش بشكل يومي. الواحد برضك ساعات بيهفوا الحاجات دي. والاكل اللي احنا بناكله يا جماعه انا بحس ان هو ما فيهوش فايده والله العظيم. يعني ربنا يا رب كده يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا ويخلي لنا اولادنا وما نحتاجش لاي حد برضه، عشان يعني مره من نفسنا مش هيجرى حاجه، لكن بشكل يومي او دايما هو ده بقى اللي بيضر. فانا بقول لكم على اللي انا عملته. قلبت بقى كل الخليط ده كده مع بعض. ده انا عايزه اقول لكم، ده انا بصوا كنت هتجن، رحت اجيب باكو عصير غلا. الكلمه دلوقتي اللي بقيت على بق كل التجار او البياعين، وايه ما غلاش، هي جت على كذا. انتوا واخدين بالكم؟ دي الكلمه اللي بقت دايما على بقهم، وايه ما غلاش. هو في ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ يعني انا ما بقتش عارفه هو ده سعر حقيقي ولا الناس بتغلي. وبتفاجئ بقى الموضوع بقى ايه من مكان للتاني مختلف. فرق بقى جنيه، فرق نص جنيه، فرق 2 جنيه 3 جنيه على حسب ما كله بياع ومزاجه بصراحه. بس كده نروق على نفسنا بقى، نحط لنا كوبايه كده منها بندوقها ومنها نشربها. والله لو محتاجه سكر ما انا مش حاطه، هشربها زي ما هي، اظبط بس في الكميه الكبيره. انا بعمل كده بصراحه، لو مش محتاجه خلاص تمام. بصوا تعالوا بقى نشوفوا الاندومي ده 5 دقايق وتلاقي الدنيا كده ايه، المكرونه باشت والدنيا بقت فله. بس بصراحه طعمه حلو، بس ما نكترش منه عشان برضك ايه ما يكونش مضر. هو فعلا مضر، اي حاجه فيها مواد حافظه يا جماعه مضر. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه وهنكمل ونمشي ازاي.
عايزه اقول لكم اللهم بارك يعني، والله يا جماعه طعمه عامل زي كأن البواكل جاهزه. العصير ده انا بقى عملت ايه، هو مكتوب عليه تحطيه في لتر ميه، لا انا حطيت فيه الكميه اللي انتوا شايفينها بس ميه، ما كترتش ميه عشان يبقى دي طعم بس كده. هنا بقى كانت المكرونه خلصت، بصوا خلاص وفكت من بعضها خلاص وشربت الميه. احط بقى، انا بعمل ايه، بصفي الميه، ما بحبش اشرب شوربه اي شوربه، فراخ لحمه حتى المكرونه الاندومي دي او النودلز دي، ففضيتها. وبعد كده بحط عليها بقى التوابل، عشان لو انا حطيت التوابل وبعدين اصفي الميه ما ينفعش، التوابل كلها تنزل لك في الميه ما استفدتيش بحاجه. فانا بعمل التوابل بعد ما بعد ما اصفيها بصراحه. بس كده، تعالوا بقى نشوف هعمل ايه تاني. عايزه اقول لكم، مين فيكم حاسس باجواء الشتاء ولا انا بس يا جماعه؟ انا حاسه باجواء الشتاء قوي، حاسه الدنيا كده بقت خلاص، احنا يا جماعه احنا كده خلاص في الشتاء. بصراحه الصيف مهما كان حر ومش عارفه ايه، بس بصراحه بيبقى ليه طعم كده وزهوه، و عايزه اقول لكم بيبقى كده في حاله من حالات التفاؤل والروقان. هو الشتاء بصراحه حلو، بس لا يعني ممل، اليوم كده بيبقى فيه ملل وبيبقى زهق. فمين حاسس خلاص ان احنا في أجواء، مش عشان المدارس لا، حتى الجو سقع، حتى الجو بقى سقع دلوقتي غير الاول. الاول كان حر تحسوا الجو حتى مش سقع معانا سقع، بس برضه غير الاول. بصوا بقى انا بحط كده التوابل عشان تبقى ايه، تشربها مش تنزل لي في الميه. انا بصراحه هي عجبتني، بس انا مش عايزه احبب نفسي فيها عشان انا اللي اعرفه انها ادمان. بصوا كده بقى، ده يومي النهارده، يا رب يكون عجبكم، اتمنى ان انتوا تستفادوا منه ولو بالاقل حاجه. ويا رب كده دايما تسمعوا عني واسمع عنكم كده كل خير يا رب العالمين. استنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله، اشوفكم حبايبي في حفظ الله وامنه. بس قبل ما انهي معاكم الفيديو هوريكم البسبوسه بعد ما طلعت وشكلها. مش انا ما شغلتش على الشوايه غير لما خدت لون من الحرف والجناب من تحت ومن الجناب، بس عشان ما تبقاش نيه من القعر بتاعها وتبقى من فوق هي اللي واخده اللون الغامق. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، هعرض معاكم مشتريات السوق وان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه. اشوفكم حبايبي في حفظ الله وامنه، مع السلامه.